حيث ما دي ستما ما كوني صرح ربي كله تشكاب تمونت ساعات صبر مزيد نغد أرى مختلف أرى دوريني غد لي ثور للغيلة دوري يسولفون ما تديني ياك هاد الإخوان اللي يهضروا الأخ والأخت الكريمة تقريبا ما خلاوش ليا ما نقول هاد الانتخابات كما سمعتوا انتخابات مهمة عندهم واحد في تاريخ البلاد جاو هذه لحظة سياسية ذات أهمية كبيرة العدالة والتنمية والعدالة والتنمية العدالة والتنمية الله يجزيكم بخير. شويش حنا مولفينو من النهار الاول وغادي نشرح لكم علاش شويش كاين. اولا هذه اللحظه اللي حنا فيها ديال هذه الانتخابات لحظه مهمه جدا والاخوان هضروا على هذه القضيه. لاول مره غادي تكون انتخابات جهويه وغينتخبوا مجالس جهويه اللي غادي تتعاون مع المجالس البلديه للتنمية المحلية. لأول مرة غادي نجريو انتخابات وحنا حزب العدالة والتنمية في الحكومة. لأول مرة غادي تجري انتخابات جماعية في ظل الدستور الجديد. فالحمد لله حنا جميعا نتوما جمهور كاملا من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كينساهم اليوم في واحد اللحظة تاريخية ديال تاريخ المغرب. ما خصناش نستهنوا بها نقولوا هادشي غير شي حاجة بسيطة، لا هذه حاجة مهمة جدا. كما قال السي الراخو قالوا بعض الإخوان قبل نتوما كتشوفوا واش كيوقع في البلدان الأخرى. الحمد لله المغرب بالحكمة ديال الجميع ديال الشعب المغربي ديال النخب السياسية ديال الأحزاب السياسية ديال الدولة المغربية ديال الجميع كلشي الحكمة ديال الجميع استطاع يتجاوز واحد المشكلة في 2011 جات الدستور جات الحكومة جديدة خصنا نتمنوا هادشي. هادي راه واحد حاجة مهمة باش نعرفوا القيمه ديالها. نتلاقاو مع السوريين وتعرفوا القيمه ديالها، تلقاو مع الناس اللي من ليبيا تعرفوا القيمه ديالها، يقولوا لكم القيمه ديال بلادكم ديال المغرب. اليوم هادو ناس اللي اليوم كيقطعوا البحر باش يمشيو كيموتوا بالمئات، راه غير اليوم بالمئات، لان ما عندهمش شي حل اخر. ماشي هجره عاديه، هجره ديال شعب. 13 مليون لاجئ في سوريا، 250 حتى 300 الف قتيل الى اخره، والاستقرار والافق باقي ما باينش. حنا الحمد لله بلادنا